لأن لا يعقل أن اللي ما حقوش في 4 سنين غادي يحقوه. اسمع لأن لا يعقل أن اللي ما حقوش في 4 سنين غادي يحقوه في 8 شهور ولا في 9 شهور اللي باقا. عيب وحشومه أن السيد الوزير اليوم يجيب لنا واحد الاستراتيجيه ديال واحد 10 سنين اللي عاد غادي تقاد، ما عرفناش كيفاش غادي يعملها، انه يجيبها لي وقلنا غادي تحقق. ما يمكنش تحقق لأن خاص واحد الطريقه سهله اللي هي جلب الماء للناس، سد قريب. يا اما اننا غادي نحققوا بعد على الاقل الاكتفاء الذاتي ديال الماء للناس اللي في المنطقه، والا عند كاين مشكل الا انا السد دايز محدا الدار ديالي وكنموت بالعطش، اذا كاين مشكل في هذه الحكومه. هذا هو يمكن اللي مخبع الشمس بالغربال ديال السيد الوزير لحد الساعه ما فهموش. كيفاش قلت له بان كاينه حجره اقتصاديه واجتماعيه، لان لحد الساعه ما كايناش استراتيجيه واضحه لجهه الرباط سال القنيطره. انت ملي كتبغي تقاد وملي كتبغي تبني الاول غنقاد الدار ديالي وعاد نقاد الدير ديالي. كيف يعقل ان نحن في العاصمه وكنعيشوا هذه الكارثه هذه؟ كيف يعقل ان حنا في العاصمه والناس يعانون العطش؟ اذا كاين خلل. انا من نتحدث دابا عن شيشاوي، كيفاش قلت له اننا لا نحتاج زيارتك، نحتاج ان تتقي الله فينا، لان اولا الوقت ديالنا قليل باش اننا نهضروا، عندنا 35 ثانيه ولا باش نهضر في التعقيب، يعني بزاف ديال الامور اللي ما يمكنناش اننا نقولوها. حنا وجهنا اسئله كتابيه، وجهنا اسئله شفويه، قمنا كذلك بنقاط نظام خلال غياب الوزراء. لا حياه لمن تنادي.